في رايك ازاي ممكن نحل الاشكال اللي بين الرابطه والاتحاد؟ يعني المفروض الجهتين المسؤولتين عن الكوره في مصر في بينهم مشاكل. طب احنا بقى كجمهور كوره نعمل ايه؟ باختصار، امم. هات حد بيحب مصر وبيخاف على اسم مصر هيحل لك المشاكل دي كلها. امم. لو في حد في الرابطه او اتحاد الكوره بيحب مصر امم. هيخاف على شكل مصر ومش هيظهرها بالشكل اللي ظهر بيها امبارح. صدقني يا ابراهيم، لو حد في اتحاد الكوره همه اسم مصر امم. هو كان بصراحه ساعد يعني علامه امبارح، استفهام كبيره قوي على كان ساعد اصرار امبارح اتحاد الكوره على عدم اخراج استخدام المشهد بالشكل ده. استخدام اتحاد الكرة يعني عدم استخدام اتحاد الكرة لحكام أجانب عليه علامات استفهام كبيرة جدا. وحجة الوقت بصراحة مش مقنعة، لأن احنا عارفين إنه كان نقدر نجيب حكم أجنبي مش في 24 ساعة، في 7 8 ساعات كان ممكن يكون في حكم أجنبي موجود في مصر بيلعب المباراة. وأتمنى أسألك سؤال، يعني في الدوري الأسباني مثلا التعامل بين الرابطة والاتحاد، القوانين واللوائح اللي بتربطهم بفعض واللي بتحكمهم هما الاثنين زي اللي عندنا ولا احنا عندنا؟ طب هفاجئك مم. بما انك ذكرت الدوري مم. الاسباني، كان في مشكله ما بين فينيسيوس مم. في ماتش فالنسيا تقريبا، مم. وتعرض للعنصريه. صحيح. الرابطه اصدرت قرار في المباراه اثناء المباراه وهي بتتلعب مم. بعقوبه الجماهير وحرمانها وغرامتها ماليه. الاتحاد طبق 100 السرعه للاستجابه للرابطه. صحيح. الرابطه في الدقيقه 72 بالتحديد، وحد يراجع الكلام ده، فينيسيوس تم تبديله قبل ما يطلع. كانت الرابطه واخده قرار قبل انتهاء المباراه، كانت الرابطه واخده قرار بعقوبه جماهير فالنسيا وتحديد عقوبه عليها. الاتحاد الاسباني طبق العقوبه قبل ما المباراه تقريبا بعد المباراه خلصت بساعه. مم. هو ده انسجام وترابط ولا في؟ صحيح. انت بقى بتتكلم في عقوبه. مم. انت عندك وفي العقوبه، قنوات اتصال. انت بتتكلم في عقوبه تم على جمهور اتطبقت بعدها بحوالي اسبوعين. هنا انت في مصر. مم. فده هو فرق جامد بين موقفين شبه بعض. مم. طيب، كان لما كان في مشكله لا، وفي ناس كمان ما بتطبقش عليها عقوبات خالص. انا بقول لك اللي يعني اتطبق. شفنا جوميز مثلا بيضرب الحكم الرابع ولم يوقع عليه ده اي انا شيء. بقول لك اللي اتطبق. مم. اللي اتطبق مم. يعني اللي اتطبق لما جماهير تجاوزت، طب تم تطبيق العقوبه عليها بعدها باسبوعين، مم. بعدها ب 15 يوم، في حين ان في نفس الشبهه ونفس الموقف اتطبقت العقوبه بعدها بساعه ونص. طيب، ايه اللي جاي بقى يا محمد؟ بص يا ابراهيم، انا الكره المصريه خلت الواحد نفسيا فعلا بقى. انت بتفكر ازاي هتتجاوز الفتره اللي جايه. مم. انت بتتكلم في الاداره اللي بتدير المؤسسه الرياضيه والمنظومه الرياضيه في مصر، هي اللي فيها الفساد. رؤوس الإدارة مش متفقين مع فاذا بعض. ان انت معلش، انا كدوري كمحمد شرقاوي وانت كابراهيم وغيرنا كتير اعلاميين، هيعمل ايه؟ مم. بنتكلم وبنقول وفي شبهه فساد وفي شبهات كتير في ترتيب الدوري وفي اسناد بعض الحكام للمباريات، في ترتيب الماتشات، حاجات كتير. مم. فين غيرنا اتحاد الكوره؟ هل اتحاد الكوره من بدايه توليه المهمه وهو كان يصلح اصلا للمهمه؟ انت جايب واحد كان عنده مشكله اصلا من 10 15 سنه، جبت طيب. اسندت له اداره اتحاد الكوره. لا، سيبنا اكمل مم. النقطه دي معلش. مم. اسندت له اداره اتحاد الكوره اللي هو بيدير المنظومه الرياضيه في مصر. مم. مستني ايه؟ طيب باشمهندس هاني بريدة، يعني اليومين اللي فاتوا كان في انتخابات على مستوى الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، وكان بنشوفه بيطلع المطار بيستقبل رئيس الاتحاد الافريقي في المطار، وامبارح بس يعني ظهرت النتيجه ونجح وبقى عضو في المكتب التنفيذي تقريبا في الاتحاد الدولي، او يعني منصب في احدى مناصب الاتحاد الدولي. هل الفتره اللي فاتت دي كان رئيس اتحاد الكوره يعني مش متفرغ بشكل هو كامل بيشتغل بنفسه؟ لموضوع القمه بين الاهلي والزمالك، مشغول بحكايه الانتخابات والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي في نفس التوقيت بتاع مباراه القمه؟ هل ممكن يكون ده من الاسباب مثلا؟ دي تبقى كارثه لو المهندس هاني ابو ريده هو اللي بيدير الاتحاد لوحده. مم. تبقى كارثه. مش لوحده، بس هو ما صاحب هو قرار. خلاص، ما ده مش لوحده، في مسؤول لجنه الحكام فين هو؟ مم. مسؤول لجنه المسابقات فين هو؟ فين اللجان؟ فين مجلس الاداره اللي معاك؟ مم. ما انت لو بتدير لوحدك وبتاخد القرار منفرد فدي كارثه لوحدها، دي مشكله. طب النقطه الثانيه والاهم، ان انت عندك مجلس بيساعدك في الاداره، وعندك لجنه تحكيم، لجنه حكام، وعندك لجنه مسابقات، وفي رابطه اصلا هي اللي بتشرف وتنظم الدوري، وهي المسؤوله عن الدوري مسؤوليه كامله.
فانت كاتحاد اصلا مالكش صفه في تحديد الحكام ولا تحديد اطقم الحكام ولا في اقامه المباراه ولا الملاعب. فاذا ان انت كاتحاد اصلا ما عندكش مشكله. انت كان كل اللي هتوفره طاقم حكام في 5 ايام قدرت توفره في 7 ساعات، لما فعلا اعلن النادي الاهلي عدم خوض المباراه غير بطاقم حكام. صحيح. لما لقى لما اتاكد ان النادي الاهلي مصر على قراره، لما لقى موضوع عرف جد، يتصرف. لما لقى موضوع جد. طيب انت يبقى اذا ان انت هنا عندك مشكله فين؟ في المهندس هاني بوريده ان هو ما كانش فاضي عشان انتخابات انتخابات الاتحاد الافريقي. لا، ما عندكش يعني مشكلة. انت شايف ان القاء اللوم يكون على اتحاد الكوره في الموضوع ده؟ ما فيش حد تاني في مصر طيب يتلام على الموقف اللي ظهر بيه امبارح الكره المصريه غير اتحاد الكوره. طيب معانا